السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام أنتم بخير. اقترب موسم الحج والمعتمرين يعني متواجدين الآن في المملكة العربية السعودية، اللي كانوا طبعا حضروا العمرة بتاعة رجب أو شعبان أو رمضان، واستنى هناك مثلا مستخبي في أي مكان ما عشان يحضر موسم الحج. كل سنة وانتم طيبين. طبعا وزارة الداخلية المملكة السعودية، وزارة الداخلية هناك أعلنت ترحيل جميع المعتمرين اللي هم مخالفين للشروط والمتخلفين عن العمرة، ما روح يعني ما سافروش في الميعاد بتاعهم، وطبعا منتشرين في المملكة، طبعا ماشيين او ساكنين في اماكن ان الشرطة ما تشوفهمش والسلطات السعودية تلاقي ترحل عشان ما ترحلهمش، ويجي موسم الحج وطبعا يشتبكوا مع الحجاج وخلاص. كل الناس طبعا المملكه السلطات مش هتعرفهم، فبيقول لك انا بقى طالما هنروح نطلع نحج فنطلع نعتمر، فهنقعد هناك نستخبى في اي مكان في اي سكن عند قريب او صديق او ايا كان، ان هو هيسكن ازاي عشان يعني يوفر طبعا مصاريف الحج، طبعا اللي هو طبعا طار في السماء تكاليف الحج السنه دي والسنه اللي قبلها عشان ارتفاع الاسعار. فطبعا السلطات السعوديه وزير الداخليه اعلن ترحيل كل المخالفين والمتخلفين عن الحج العمره. وكمان الخبر بقى الصادم لكل المعتمرين اللي هو هيتمسك هناك ان هو عشان قاعد مستخبي ان هو عشان يحضر موسم الحج، هيتمنع من دخول المملكة العربية السعودية لمدة 10 سنوات. لمدة 10 سنوات مش هتخش المملكة العربية السعودية ولا هتعتمر ولا هتعمل ولا هتحج بيت الله، عشان انت خالفت القواعد اللي منصوص عليها. انت رايح تعتمر، هتعتمر مثلا خدت الباسبور التصريح بتاعك لمدة شهر، اعتمرت وجيت خلاص، هتني هناك عشان تبقى في موسم الحج. طبعا دي حتى يعني كرأي الدين فيه ما يجوز طبعا ان انت تستنى هناك، لان انت النية ان انت تعتمر، مش النية ان انت تعمل تحج. طبعا دي لها تكاليف ولها تكاليف، وطبعا كمان حاجة ان انت بتضيع على ناس كتير في ان هي ما تروحش الحج، وبيبقى في زحام كتير وبتحصل حالات وفاة كتير جدا 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 بسبب الزحام. لان هناك يعني المملكة العربية السعودية لما تقول ان مصر لها مثلا هتقضي، يعني عاوزين من مصر قد 50,000 مثلا حج، ومن كل بلد عربي وكل بلد إسلامي بالمملكة العربية السعودية بتخصص لهم عدد. فطبعا عشان هم عارفين وعاملين الحسابات بتاعتهم ان ده هو المكان ده يتسع لمقدار لكم واحد، لكم حجيء من الحجاج، وهيوفروا لهم طبعا المرافق بتاعتهم والحاجات المتطلبات في الحج. لكن لما يكون انا مثلا طالب 3 مليون وفي كمان مليون من اللي هم متخلفين عن متخلفين والمستخبي هنا، فاصبح عندي حوالي 4 مليون، طبعا فوق طاقة المكان وفوق طاقة. وحصل السنة اللي فاتت من طبعا كتير ناس توفت بسبب الزحام وشدة الحرارة والحاجات دي كلها. فمن ناشد الناس اللي هي راح تعمل عمرة، اعمل عمرة. والحج يعني لمن استطاع إليه السبيل، يعني ما تقولش ما تتنصحش على مثلا على الناس هناك في السلطات السعودية. لا، انت ولا بتضحك على ربنا، لان ربنا عالم ان انت مش قادر كده وما عليكش تكليف. انت على التكليف ان لو انت مقتدر ان انت تحج، لكن انت مش مقتدر. ليه بقى بتتحايل على القانون عشان تعمل عمرة او تحج؟ فدي طبعا مبدأ مرفوض. ولو وصلت معايا لحد دلوقتي ما تنساش تدعموا الاشتراك معايا في القناه، وكل سنه وانتم طيبين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ربنا يرزقنا جميعا الى حج بيت الله الحرام، اللهم امين يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.